الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك لجل الليل والنهار في الفتن لمن اراد ان يذكر ورد شكرا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق الخلق فقدره تقديرا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وادعى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد فاتقوا الله عباد الله التقوى، واستمسكوا من الاسلام بعروة الوثقى، واتقوا اسباب سخط الجبار فان اجسادكم على التقوى. انتهينا من فصل الصيف وابتدأنا من فصل الشتاء، عبر وعظات من شدة حر وشدة برد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. ابتدأوا الناس هذا الفصل الشتاء بفصل الخريف وفي عطة الربيع. يبتدئون بعض الناس عن أول فصل أصاروا لهم فصل صيف وشتاء وبرد، وهذا أمر عظيم كما حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حذر فيه عن أول عظات من أول فصل إلى أول صيف وإلى أول شتاء. من هذه الذي يفصل لكم الصيف ويفصل لكم الشتاء؟ ومن يقول لكم إني سأفصل الشتاء لا أفصل الصيف؟ ومن ذا الذي يعود على أن يفصل الصيف ويفصل الشتاء؟ ولهذا واجب عليكم أيها المسلمون، فحذروا وخاطبوا الناس على فصل الشتاء، وابتدأ منكم حتى بفصل الصيف، إلا أن كان فصل الصيف وإلا أن كان فصل الشتاء. يستغربون بعض الناس عن آبائهم وأمهاتهم، يرحلون كما يرحلون بعض الناس إلى النصارى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يبتدئون عن أول مرسم من فصل الشتاء. عباد الله، بعد الجاه والعز والمال يصير أمر إلى هذا الحال. الشتاء غنيمة المؤمن، لأن هذه تقوم عن عبر وعظات من فصل حر وفصل صيف وفصل شتاء، فإن فصل الشتاء كان. فحذروا أيها المسلمون وابتدئوا فصلكم، فإن فصل الشتاء علينا وعليكم. أن بعض الناس إذا أرادوا تفصل فصل الشتاء وفصل الصيف فإنه يستجاب له. الشتاء غنيمة المؤمن، لأن الله عز وجل حذر منكم ما كان لكم إلا تفصل الشتاء وفصل الصيف. ولهذا يرى من يرى هذه الأوامر الربانية. الشتاء غنيمة المؤمن، ولأن الله عز وجل ابتلاكم منه. وكان هذا الشيخ محمد خالد المرشودي الذي كان أراد أن يفصل الشتاء وأراد أن يفصل الصيف، ومعه الشيخ وليد الزايد الذي أراد أن يفصل الشتاء فأرادوا أن يفصل الصيف. يا أيها المسلمون، الشتاء غنيمة المؤمن، لأن بعض الناس يريدون أن يفصلوا الشتاء، فإذا أردتم تفصيل الشتاء فأراد الله عليكم أن يطفئوا لكم نوره. فإن المسلمون أرادوا أن يفصلون الشتاء، ولأن بيوم الخريف ويوم عطة الربيع يجتهرون عن أول مرسم من فصل الشتاء وأول مرسم من فواصل الشتاء وفصل الخريف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من شأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وداعي رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فإن من المعلوم أن فصل الشتاء خريفا. الشتاء غنيمة المؤمن، الشتاء غنيمة المؤمن، الشتاء غنيمة المؤمن، الشتاء غنيمة المؤمن. فحري علينا جميعا أيها المسلمون على أن نكون في ابتداء فصل الشتاء وفصل الصيف يجب علينا أن نبتدئ بهذا الفصل. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مرسم
من الشتاء، فإذا ابتدأت بفصل الشتاء فابتدأوا بيوم الخريف وفصل الشتاء الذي كان هو يستقبل عطة الربيع ويستقبل عطة الصيف، فإن عبر وعظم من شدة الحر. فإذا اجتهدتم فاجتهدوا بفصل الشتاء وحتى بفصل الحر. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، كلنا عون نصيرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين. وفق لا تأمر ما تحب وترضى وارزقنا البر والتقوى يا رب العالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد